السلام عليكم الإخوان والأخوات. حتى نوضح ما وقع اليوم بقصر إيش، تلك النقطة الحدودية في أقصى شرق المغرب، في حدث مؤلم ومؤسف على شاكلة ما وقع لأهلنا بفيديك بمنطقة العرجة، حيث تفاجأت ساكنة قصر إيش اليوم بنزول ثلة من العسكر الجزائري، حيث بدأ في رسم ما يسميه بالحدود عبر وضع أعلام حجرية، ووصل به الأمر كذلك إلى نزع شبابيك كانت تحمي البساتين والمناطق الزراعية لأهل إيش. حتما ما سيترتب عن هذا الترسيم هو فقدان ساكنة قصر إيش لجزء من أراضيها وأراضي آبائهم وأجدادهم. هذه الساكنة التي آوت المجاهدين الجزائريين إبان الاستعمار